حياة تقيلة جدا جوانا، ومش قادرين نتحمل أكتر. مشاعرنا بتتعبنا جدا لما مش بنلاقي أي حل واضح قدامنا خالص. السكوت الطويل ممكن يخبي وجع كبير جدا جواك ومحدش شايفه فعلا. مش كل واحد بيضحك قدام الناس بيكون مرتاح فعلا من جواه. الضغط النفسي ممكن يبقى حمل تقيل جدا ومش سهل تتعامل معاه، وأوقات كتير بنحس إننا لوحدنا خالص ومفيش حد حاسس بينا. بس الحقيقة إنك مش لوحدك أبدا، حتى لو حاسس بكده دلوقتي. دايما في حد مهتم بيك بصدق، حتى لو مش باين ليك دلوقتي. حتى لو انت مش حاسس بده دلوقتي، ده مش معناه انه مش موجود. المشاعر الصعبة بتيجي وبتعدي مع الوقت مهما كانت تقيلة عليك جدا. الحزن مش نهاية الطريق خالص أبدا مهما حسيت انه مستمر معاك. دي مرحلة وبتعدي، بس محتاجة صبر ودعم من ناس قريبة ليك. طلب المساعدة مش ضعف خالص أبدا، بالعكس ده دليل قوة وشجاعة. دي شجاعة كبيرة جدا تستاهل كل التقدير والاحترام من كل الناس. الكلام بيريح شوية من الوجع اللي جواك وبيخفف الضغط تدريجيا. احكي اللي جواك لحد بتثق فيه وممكن يفهمك ويساعدك بصدق، او اكتب كل اللي جواك براحتك، ده بيساعدك تفهم نفسك اكتر. الإيمان بيدي قلبك راحة كبيرة جدا وبيخليك أقوى في الأوقات الصعبة. وفي الدين رحمة كبيرة جدا لكل إنسان مهما كانت ظروفه صعبة. ربنا عارف كل اللي جواك كويس جدا ومقدر كل اللي بتمر بيه، وعمره ما بينسى حد وقت الشدة حتى لو حسيت إنك لوحدك. كل ضيق بيعدي وليه نهاية قريبة مهما طول الوقت اللي بتمر بيه، والفرج بيجي بطرق مش متوقعة خالص وفي الوقت المناسب ليك. حافظ على نفسك، دي أمانة كبيرة جدا لازم تهتم بيها دايما. روحك تستاهل اهتمامك بيها دايما ومش أقل من أي حاجة تانية. خد وقت ترتاح وتظبط أفكارك تاني، لأن ده مهم جدا ليك. النوم الكويس بيساعد نفسيتك جدا وبيخليك أهدى في تفكيرك اليومي. الحركة البسيطة بتفرق في مودك بشكل كبير وبتحسن حالتك النفسية. حتى المشي شوية بيفرق معاك جدا وبيخليك تحس براحة أكتر. بلاش تقعد لوحدك وقت طويل خالص، وحاول تختلط بناس حواليك. اقرب من ناس بتديك طاقة حلوة وبتحسسك بالأمان والراحة النفسية. واطلب المساعدة من غير خوف خالص، لأن ده حقك الطبيعي جدا. الأيام الصعبة مش بتفضل على طول مهما حسيت إنها طويلة عليك، وكل تجربة بتقويك أكتر مع الوقت وبتخليك تفهم نفسك بشكل أفضل. أنت أقوى بكتير مما متخيل بجد، وعندك قدرة تتحمل وتكمل كمان. وحياتك ليها قيمة كبيرة جدا فعلا ومهمة أكتر مما تتخيل بكتير. خليك متمسك بالأمل مهما حصل، لأن ده اللي بيخليك تكمل طريقك. النور بيجي بعد أصعب وقت فعلا حتى لو مش شايفه دلوقتي. متترددش تكلم حد متخصص يساعدك، لأن ده هيخفف عنك كتير جدا. اهتمامك بنفسك بداية طريق التعافي الحقيقي